شحال كاع غادي تعيشي في هذه الحياة، لهذا خصك دائما كيف ما كتخدمي باش انك تستافدي، تطوري من ذاتك في الحياة وتجمعي الفلوس وديري بزاف ديال الامور. خصك تخدمي على الاخره ديالك. السلام عليكم صحاباتي خواتاتي، لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم اخترت نتكلم لكم على الصحة او على الابتلاءات اللي كيجيو لينا في الصحة ديالنا. كيف ما كتلاحظوا بزاف ديال الامراض منتشرين من كورونا لدابا، راه بزاف ديال الناس كيمشيو كيدوزوا ما كيلقاوش السبب ديال المرض ديالهم او ما عندهمش تشخيص، ولو كيمشيو لبزاف ديال الاطباء كيلقاو كلشي مزيان، كاع التحاليل مزيانه، ولكن واحد الفاتيك ما نعاودش لكم. انا شخصيا دوزت هذا الفاتيك ومازال كاين هذا الفاتيك. يعني ما بقاتش الحياه كيف ما كانت قبل كورونا ابدا، راه تبدلات الحياه 180 درجه، ولينا كنعيشوا في واحد الحياه اللي دغيا الصحه ديالك كطيح، اللي دغيا بابسط الامور غير تاكلي من برا راه كيوقع لك مشكل في المصران ديالك، وكذلك المرض ديال القولون العصبي زائد الفيتامينات اللي ناقصين عند بزاف ديال العيالات. فانتم عارفين هذه المساله، ولكن حنا دابا ما غاديش نتكلموا لانني ماشي طبيبه باش نتفاهموا على هذه المساله، غير كنشارك معكم التجارب ديالي والتجارب ديال الناس وهادشي اللي كنلاحظوه. اما بالنسبه الا كنتي مريضه او بغيتي تاخدي التشخيص ديالك او بغيتي تاخدي العلاج ديالك، انا كنصحك شخصيا سيري مباشره للطبيب الاختصاصي الحاجه اللي كتضرك، او سيري للسبيطار ديال الدوله، هما اللي غادي يعطيوك شنو عندك. انا فقط كنشارك معك تجارب وكنعطيك النصائح اللي ممكن انك غادي يفيدوك. اما الا كان الامر كيتعلق بشي حاجه بالدواء وبهاد الامور، ابدا ما تاخديش مني، سيري للطبيبه ديالك. اسمعيني مزيان، انا كنقول لك هذا الامر ديال الفاتيك وديال العيا بزاف ديال البنات اللي كنشوفهم كيتشكاو صحاباتي، بزاف ديال الناس كيقولوا فيهم الفاتيك فيهم العيا، مسخسخين ما قادرينش ما بقاوش ما بقاتش الصحه ديالهم كيف ما كانت. تبارك الله شحال هذه كانوا العيالات يخملوا الدار كامله بالنهار، وكانوا تبارك الله عندهم 8 ديال الوليدات وعندهم وكيطلعوا للغابه وكيديروا بزاف ديال الامور اللي دابا مستحيل المراه ديال دابا انها تقدر دير هذا الشيء، وحتى الراجل. يعني ولينا الصحه ديالنا قليله، ولات الصحه على السبه كيف ما قلت لكم في البدايه، راه غير على السبه ديري شي حاجه شي غلط راه كتخلصيه غالي. دونك انا جيت نقول لكم واحد الحاجه، الا مشيتي حتى مرتي او حسيتي بهاد الشيء اللي كاين دابا، انا بغيت نعطيك واحد النصيحه اللي مهمه غتفيدك وغتفيدني حتى انا ان شاء الله. اول حاجه انا بغيت ننصح راسي وننصحكم الرجوع الله سبحانه وتعالى، الاكثار في الاستغفار، في الصلاه على النبي، في الاذكار الصباح والمساء، في قراءه القران، في الرياضه، في شرب الماء. دائما عيا ما نوصي في راسي ونوصيكم الرياضه وشرب الماء حتى هما مزيانين، خصوصا دابا راه كاين عاوتاني واحد الحراره. وكذلك نحاولوا اننا نكونوا متفائلين، نحاولوا نتفرجوا في الحوايج اللي هما مزيانين. حتى هذا الجانب راه مزيان ملي كنشوفوا المشاكل وبزاف ديال الضغوطات اللي كاينه والستريس ديال الحياه، راه كنحسوا بداك الضغط هو اللي كيسبب لنا بزاف ديال الامراض. بعض المرات كتحسي ان واحد الحاجه كتضرك في الجسم ديالك وكتمشي كدوزي عليها، كيقول لك الطبيب ما عندك حتى حاجه. انت كتقولي مع راسك ما يمكنش، انا كنت كنحس بالالم اللي هو بزاف، غير كتوصل للطبيب كيدير لك راديو ولا كيدوز لك تلفازه كيقول لك هادشي بسيط، هادشي يعني نعطيك غير هكا شي حاجه، شي انتيبيوتيك ولا شي دواء شي تريتمون وكترجعي بخير وعلى خير. وكتفوت واحد المده وكتولي عاوتاني كتمرضي، كتحسي عاوتاني بالاعراض اخرى، ما كيرجعش لك نفس المرض، لا مره تحسي بالمصران، مره المعده، مره كتحسي بزاف ديال الاعراض اللي انت كتكوني مخلوعه عليهم ملي كتمشي كدوزي كتلقاي ما عندك والو. لهذا الا كنتي درتي التحاليل ودوزتي مشيتي للطبيب قال لك ما عندك والو، حاولي انك تقربي من الله سبحانه وتعالى، حاولي انك تعمري الوقت ديالك بقراءة القرآن، بالاذكار الصباح والمساء، باي حاجة كتعلق بالذكر ديال الله سبحانه وتعالى. لانه راه الشياطين كيبغيو لنا هذه المسألة، كيبغيو لنا اليأس، كيبغيو لنا المرض. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، راه الشيطان ما باغيش لينا الخير، ما بغاش لينا نكونوا مزيانين، ما بغاش لينا نكونوا صحاح، ما بغاش لينا الصحه. هو باغي لينا دائما نكونوا مرض، دائما نكونوا فقراء، دائما نكونوا مهزوزين في الشخصيه ديالنا وفي النفسيه ديالنا.
اول نصيحه كنصح بها راسي، صحاباتي حتى نتوما خصكم ديروا بهاد النصيحه من بعد ما كديروا الاذكار ديالكم، من بعد ما كديروا الرقيه ديالكم، من بعد ما كتجربوا طبعا تمشيو للطبيبه ديالكم كتقول لكم ما عندكم والو. قراو سوره البقره كل يوم. سوره البقره كتبعد علينا الشياطين الجن والانس، كترجع لينا الطاقه، كترجع لينا الصحه ديالنا كيف ما كانت، لكن بشرط انك تقرايها يوميا ما توقفيهاش. حاولي انك مهما كنتي مضغوطه مهما كنتي مريضه حاولي انك تلتزمي بواحد الوقت اللي غيكون خاص بسوره البقره. قريها وانتي كتفهمي المعاني ديال الكلمات اللي كاينين فيها، قريها بالنيه الشفاء، قريها بالنيه العلاج. راه ربي سبحانه وتعالى ما انزل من داء الا وانزل معه الدواء. كوني مطمئنه. شوفي هذا الوقت اللي انت كدوزي فيه دابا راه مجرد لحظات اللي غتمري فيهم، بالعكس غتولي قويه، بالعكس غتولي كتامني بزاف ديال الامور، بالعكس تعلمي انك تكوني تصبري في الضغوطات او تصبري في الابتلاء، لان الله سبحانه وتعالى راه اختارك انت باش انك دوزي في هذه المرحله اللي هي كتبان لك صعيبه، ولكن راه بالعكس تاخذ غير شي دروس اللي ان شاء الله غينفعوك في حياتك، وتولي شخصيتك قويه، وتولي عندك الصبر. هذا الصبر اللي خصو يكون عندنا كاملين، لانه اش غادي نقول لكم، حنا دابا الحياه هي هذه ما عندنا ما نديرو، ما بقاتش كيف ما كان. الناس تبارك الله كانوا كتكون صحيحتهم مزيانه حتى كيموتوا. دابا لا، دابا راه في العشرينات كتلقاي المشكل العظام، المشكل الدقه، المشكل ديال السكر، المشكل ديال الكلاوي، المشكل ديال بزاف ديال الامراض اللي منتشرين. انا ما عرفتش شنو هو السبب، ولكن خصنا نتعايشوا معاهم، خصنا نتعايشوا ونكونوا اقوياء، ونقلبوا طبعا دائما انه نعيشوا مرتاحين. دائما مهما كانت الظروف مهما كانت الصعوبات تكوني قويه وتخدمي دائما على راحه بالك وترتاحي. حتى البنات ستريس راه هو السبب الامراض. حنا دائما كنهزوها فين ثقيله، دائما كنفكروا، دائما مضغوطين، دائما مخلوعين، دائما فين ما كتفرجي في الاخبار شنو كيعطيوك الطاقه السلبيه، المشاكل شنو وقع هنا. دائما هذا الشيء انا كنوصي راسي وكنوصيكم نبعدوا عليه حنايا، خصوصا العيالات. بعدوا ليا على المشاكل ديال الاخبار. هذاك الشيء راه كيجيب لك غير الضغط، كتخافي شنو غيوقع غدا، شنو غيوقع غيكون الحرب، غيكون هذا. كل مره كيقولوا راه كاين شي فيروس، وحنايا صراحه كنخافوا كنوليو مخلوعين، وهذا الشيء راه كيضر بالنفسيه ديال المراه، لانه المراه ما بغاهاش الله سبحانه وتعالى تكون حزينه ولا تكون مضغوطه ولا تكون مخلوعه. هذا الشيء الا كنتي طبعا كتخدمي ليا على هاد النقاط اللي كنصحك دابا، كوني متاكده انك غتعيشي مرتاحه وما تبقايش مضغوطه، وبعدي ليا على ستريس والمشاكل. شوفي راه اللي كتبها لك الله، انا وانتي وكاع البنات اللي غيسمعوا لهاد البودكاست او هاد النصائح، راه اللي كتب علينا الله راه ما يمكنش تهربي منه. راه حنا كنعيشوا بداكشي اللي بغى الله سبحانه وتعالى. وكل حالتين شوفي اي حاجه وقعت لك راه فيها خير، راه حنايا غير كنخافوا، ولكن راه الرحمه ديال الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. مادام الله سبحانه وتعالى هو اللي مكلف بينا، هو اللي عارف مصلحتنا، فاحنا ما كاينش لاش نهزوا الهم ونضغطوا على انفسنا ونخافوا من الامراض. وكندخلوا للفيديوهات حتى هاد المساله يا البنات انا كنت طحت فيها، كنمشي كنشوف الاعراض ديال الامراض وكنلقى نفس الاعراض اللي كاينين فيا، وكنخاف كنولي مخلوعه. فما تقلبيش، نهار تكوني مريضه بزاف سيري دوزي عند الطبيبه ديالك وسيري سوليها وشوفي شنو غادي تقولك. هي اللي عارفه التشخيص، هي اللي عارفه الحاله ديالك، هي اللي كتشوفك مباشره بلا ما تيقي ليا الفيديوهات كاملين، لانه هادشي غير كيسبب لك الوسواس والمشاكل. وانا نقول لكم ما كاينش اصعب من انه يكون عندك الوسواس ديال الامراض، كتولي مخلوعه، كتولي اي اعراض كتشوفيهم مثلا في اليوتيوب كتحطيهم على راسك، كتقولي حتى انا عندي نفس الاعراض فعلا، لانه بعض الامراض راه كيتشابهوا. مثلا كاينين الامراض اللي كيكون عندهم الدوخه، وكيكون عندهم الفاتيغ، وكيكون عندهم مثلا الرضان، كيكونوا بحال ولكن التشخيص ديالك انت ما كاينش اللي غيعرفوا غير الطبيبه ديالك، لانها هي اللي جالسه حداك، هي اللي كتشوفك، هي اللي كتعاودي لها بالتفاصيل. اما الفيديوهات ما يمكنش يكونوا على كاع الناس
كامل يكونوا كاملين عندهم نفس المرض، ابدا هذا مستحيل. فلهذا واخا تفرجي في الفيديو بلا ما تخيلي راسك عندك نفس الاعراض، لانه العليم هو الله سبحانه وتعالى، ومن بعد الطبيبه ديالك. نتمنى تكونوا استفدتوا. الا كنتي مريضه الله يشافيك، الا كنتي عيانه ان شاء الله تكوني بخير وعلى خير. تفائلي، راه غدا غيكون احسن. تفائلي دائما، وربي سبحانه وتعالى كيف ما نزل الشفاء على سيدنا ايوب راه حتى انت غنزل عليك الشفاء. الا عندك شي واحد عزيز عليك مريض من الوالدين ديالك، الزوج ديالك، الابناء ديالك، الله يشافيهم لك، الله يشافي جميع مرضى المسلمين. دائما تاكدي انه الله سبحانه وتعالى قادر ان يشفيك، وقادر يبدل لك من حال الى حال. وطلعي ليا في الصحه ديالك، طلعي ليا في راسك، طلعي ليا في والديك وليداتك حبابك ما عزيزه لك. انا اليوم درت لك هذا البودكاست باش انك تكوني مطمئنه وتكوني مرتاحه، وبعدي ليا لا ستريس والمشاكل والضغوطات ديال الحياه. عيشيها باش ما قسم الله فرحانه ومبتسمه. وتهلاو في راسكم. فيديو جديد نشوفكم غدا ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.